ومع ذلك هو له رؤيته وأنا لي رؤيتي في كثير من المسائل السياسية، ولا يعني كما يقولون الخلاف لا يفسد للود قضية، إنما نحن ننطلق في كثير من الأحيان من منطلقات مختلفة، نتفق أحيانا نختلف أحيانا. يعني سأتناول طعام الغذاء معه الأسبوع المقبل، فيعني والله طب جميل. ليس هناك خلاف، يعني نحن لا يعني حضراتكم انتوا الاثنين يعني مصر تفخر بيكم. لا الله يشفيك. ورصيد عامر ما شاء الله الاثنين. وعلى ذكر الاختلافات في الرؤى والاتفاق على الهدف وهو مصلحة مصر، هل يقبل الدكتور محمد البرادعي على سبيل المثال أن يقف أمام السفير عمرو موسى في مناظرة؟ طبعا، يعني قصدي انتوا بتناظروني، يمكن هتكون مناظرتكم ليا اقوى من مناظره عمرو موسى، انما يعني طبعا يعني اذا وصلنا الى هذه المرحله لو استطعنا نحن ان نقنعه بنفس الفكره، هل يقبل الدكتور البرادعي ان يجريها هنا في قناه اذا كنا سندخل في حقيقه في نظام ديمقراطي، يجب ان نطرح رؤيانا على الشعب المصري، وان تكون هناك مناظره ومناظرتين بالطبع. هذا ما يحدث في اي نظام ديمقراطي كما تعلم يا يسري. جميل. طيب دكتور برادعي، إذا يعني حضرتك مرشح نفسك للرئاسة أو أعلنت عن نيتك صراحة في الترشح للرئاسة، وده مرهون في النهاية برغبة الشعب المصري، وبالتالي مرهون بعلاقتك بالشعب المصري. قبل ما أسأل أسئلة محددة بتفاصيل طرحة نفسها على يعني عدد كبير من الناس، الدكتور برادعي بيقيم ازاي علاقته بالشعب المصري؟ يعني حضرتك قلت هتعمل اول مؤتمر صحفي من العشوائيات وهتعتذر لهذا الرجل اللي ساكن في هذه العشوائيه ومش لاقي يعني بق ميه نظيف. هل الراجل ده يعرف الدكتور البرادعي؟ ما يعرفنيش شخصيا، انما اما نزلت في مناطق مختلفه في مصر، في الفيوم، في المنصوره، في مغاغه، الراجل ده بيجي بيحضني، ما يعرفنيش. انما المصري انا دايما اقول فقير وانه ذكي، بيعرف مين اللي عنده مصداقيه ومين ما عندوش مصداقيه يا ريم، ما يعرفنيش. طيب ده كان في البدايه في يعني أيوة. في بعد رجوع حضرتك مباشره، لكن خلال السنه اللي حضرتك قضيتها جزء كبير منها بره مصر وجزء منها في مصر، عمل نوع من يعني بعض الجدل حوالين الدكتور البرادعي، ويمكن يكون عمل نوع من الخلل في العلاقة ما بين عامة الشعب والدكتور البرادعي. خليني يعني أكون أكثر تفصيلا. الدكتور البرادعي بيكلم الناس من وراء حجاب معظم الوقت، من خلال وسيلة ما هياش في متناول الجميع، وبالتالي ما هواش واصل يمكن لكل الناس. البعض عنده احساس ان ربما يكون الدكتور البرادعي احيانا بيتعالى، يعني بيتعالى عليهم. يعني حضرتك قلت يعني عباره، قلت انا السنه اللي فاتت متعالي عليك، قلت افهم الشعب المصري. طول الوقت كان الدكتور البرادعي بيقول انه انا مش هنزل للشارع لوحدي، انا مش هقود مركب فاضيه، انا مش هخوض معركه المصريين لوحدي. صحيح. مبدئيا حضرتك ازاي بتقيم علاقتك بالشعب المصري؟ هل حاسس انه يعني في تواصل، في تواصل ولا هم حاسين انه يمكن ما هواش قوي مننا وعلينا؟ طب هقول لك، يعني الموضوع يمكن معقد شويه، لاني كنت الى السنه اللي فاتت لو كنت سالت اي مصري عني كان يعني بيعتبرني فخر لي. زي ما ذكرت لك بقالي في حمله منهجيه زي بتاعت ممنهجه الدكتور عصام شرف ضد محمد البرادعي، زي ما اتكلمنا قبل كده. لغايه النهارده، لغايه هذا الاسبوع بيطلعوا في الاتوبيسات، يطلعوا في المترو يقولوا ان محمد البرادعي راجل مش مصري، عنده جنسيه سويدي، زوجته يهوديه، يعني لغايه النهارده اجهزه. لا يعني انا مش بتكلم على اثار العدوان الاعلامي، مش بتكلم على فكره اصله خواجه، اصله نزل علينا بالباراشوت، يعني اصله ما وقفش في طابور العيش. لا انا بتكلم على الجزئيه اللي تخص علاقه الدكتور البرادعي فعلا مع الشعب المصري. علاقتي يعني انت سالتيني يمكن كذا جزء من السؤال يا ريم. انا كنت بسافر ليه؟ انا لازم عملت حاجه صح. انا جيت هنا من سنه، وبعد سنه قامت الثوره دي. كنت بسافر ليه؟ قلت لي ما بتتواصلش مع الشعب. هل سالتيني ان انا كان عندي فرصه اطلع في الاعلام؟ انا كنت بطلع بره
عشان اكلم الشعب المصري، طلعت عشان قناه الحره رفضوا يدوها اجهزه انها تسجل معايا، رفضوا يعطوا مراسل الجزيره فيزا عشان يسجل معايا. ما وجدتيش يعني حتى اجهزه الاعلام الحكومي والمستقله بتتهافت على انها تطلع معايا. كان في حظر اعلامي عليا، وده جزء يعني من ان انا كنت بطلع عشان اوصل بصوتي للشعب. كنت بطلع لان زي ما انت قلتي مش تعالي، كنت بطلع لان انا عارف ان لوحدي مش هغير، وكنت دايما اقول للشباب قواتنا في عددنا، وان احنا اما نطلع مظاهره مليونيه هتلاقيني معاكم. كنت هدفي ان افهم الشعب المصري ان ما فيش مخلص زي ما يسري قال، ان الشعب اما يقوم، وكنت بحلم اما بقول مظاهره مليونيه وتصورتش انها هتحصل في سنه، طلعوا 10 مليون. واما كان في مظاهره مليونيه اترشيت ميه واخدت قنابل مسيله للدموع والحمد لله. انما الشعب كنت عاوز اوصل رساله للشعب، وده اساسيه، ان قوه الشعب لن، اذا كان الشعب توحد واستعاد ثقته بنفسه، لن يمكن لاي نظام مهما كان جبروته ان يقمعه كما كان يقمعنا هذا النظام. كنت بطلع عشان اقابل المصريين في الخارج، كانت عندي المصريين 7 مليون في الخارج اللي لغايه النهارده محرومين من حق التصويت. مهندس نجيب ساويرس وكنت معاه من يومين، لديه التقنيات التي تكفل لكل مصري في الخارج ان يشارك في الانتخابات اذا توفرت الاراده. اذا توفرت الاراده هنا. نعم. ولديه التقنيات انه يصوت كل مصري بالرقم القومي لنمنع التزوير. فهناك مسائل لم تتحقق هذا الان. لابد ان يكون المصريين في الخارج لهم حق التصويت، لابد ان نصوت بالرقم القومي. واوجه هذا الان لمن المسؤول عن هذا. لا يمكن ان يقول لي ان ليست هناك التقنيات. التقنيات موجوده، نجيب موجود، الاراده هي التي يجب ان تتوفر. كنت بشتغل مع المصريين في الخارج دول كلهم. فيعني هذه الاسباب. وانما السبب الرئيسي كنت باخلق حاله من التعاطف مع مأساة الشعب المصري. مأساة الشعب المصري النهارده، الكشاف اللي محطوط على مصر ده ما جاش من فراغ يا ريم، ما جاش من فراغ. ان العالم كله ما كانش يعرف قد ايه احنا مقموعين، قد ايه احنا نعيش في حكم سلطوي قضى على روح الانسان المصري. كنت بعمل كل ده. انما في نهايه المطاف يعني انا اعتقد ان النهارده لابد ان عملت حاجه صح، ان يعني وعملت حاجه صح اسرع ما كنت اتصور انها تحصل. انما كوني اتواصل مع الشعب المصري. انا جدي كان في هيئه كبار العلماء في شيخ الازهر، يعني انا مانيش خواجه. اذا كان زوجتي كان حد اظني قال ان يعني اصلها من كفر الدوار، لازم انضمت الاتحاد الاوروبي كفر الدوار. يعني وائل انديل على ايوه بالظبط. ممكن التقط الخيط من هنا، بس قبل ما التقطه انا بس عايز اقول حاجه للشباب الرائع على تويتر وعلى فيسبوك، عمالين نازلين كرابيك شويه براحه، وخصوصا فيما يتعلق بامور منها العراق. الملف الامور الشؤون الخارجيه هنتكلم في رؤيه الدكتور البرادعي بايه سياسه مصر الخارجيه الان والمستقبل المفروض تكون ايه، سواء ايضا فيما يتعلق بعمل الدكتور برادعي قبل ذلك مديرا لوكاله الدوليه للطاقه الذريه، مواقفه من امور شتى. أنا هلتقط الخيط، لكن قالوا لي مرة تانية لازم نروح فاصل صغير، فاصل قصير، ثم نعود إليكم كي نلتقط الخيط من هذه النقطة ونتحدث لماذا عندما عاد الدكتور البرادعي قبل قيام الثورة في مصر بعام تقريبا يعني صعد نجمه ويعني اعتبره البعض مخلصا، ثم ساهمت الصحافة ما تسمى الصحافة القومية في صعود نجمه ربما أكثر، وهو يدين لذلك ويعرف ذلك. لكن بعد ذلك حدثت جفوة نريد أن نقف أمامها قليلا بعد هذا الفاصل. بنمسي على حضراتكم مرة تانية، وما زال حوارنا مستمر مع الدكتور محمد البرادعي اللي أعلن على قناة أون تي في ولأول مرة وبشكل قاطع بما لا يدع مجال للشك نيته الترشح لرئاسة الجمهورية. ودلوقتي يمكن آن الأوان